اغلب الوقت وانا في الكورس كنت بحس ان انا كل يوم انا مش بس بريفلكت على الكلام اللي بيتقال في الكورس في البيزنس اسبكت، انا بريفلكت عليه في حياتي. انا بالنسبه لي كان مهم قوي ان انا اكون within an environment او الاتنديز اللي موجودين معايا هم كلهم project managers من different perspectives من different industries. الوي دي انا ما شفتهاش قبل كده. دايما الناس بتحاول تنقل علم، بيدي اكزامبل، بيدي كيسز، بيديك تولز. الدومين بتاع المايند سيت كله ده كان بالنسبه لي احسن حاجه، وان انا اصلا افهم الشخص اللي قدامي ده قبل ما اجادج عليه او اتكلم عليه. لقيت نفسي ان انا بكتسب مايند سيت، حاجه اتعامل بيها مع الناس وحاجه اتعامل بيها في شغلي وحاجه طورت من طريقه تفكيري. ثرو البروسيس نفسها، التكنيك بتاع الدكتور والاسلوب اللي هو اصلا كان بيشرح بيه وطريقه اصلا تفكيره والاناليسيس بتاعه المواقف فهمتني اكتر يعني ايه مايند سيت. فهي دي الحاجه اللي اثرت فيا ان انا انا بعمل ده اون ديلي بيسس. سواء بقى بنتكلم فاينانشال، بنتكلم ريليشن شيب وايز مع اي حد من الناس اللي حواليا، الموضوع فعلا بيأفكت على اسبكت اكبر بكتير ما انا كنت متخيل ان هو هيأثر يعني. It's okay to have problems. يعني احنا we can deal with it. كان ده كونسبت مهم قوي، كان الدكتور كل شويه بيأكد عليه. بلس حته بتاعت برضو الفيدباكس كانت بالنسبه لي مهمه جدا، وبصراحه دكتور خالد شرحها تحفه. الكونتنت مبني بشكل مش اكاديمي ولكن بشكل تفاعلي. دكتور خالد انا كنت حضرت معاه قبل كده كذا وركشوب، فبالنسبه لي صراحه طريقته وعلمه والنولج بتاعته، يعني هو راجل بصراحه انا شايفه ان هو عبقري في بروجكت مانجمنت، بيشتغل بروجكت مانجمنت سنين وسنين، فدي بالنسبه لي كانت حاجه مهمه.